السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتونا وحشتونا وحشتونا. هنستهل النهارده حلقتنا دي ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت. ونشهد جميعا بأن سيدنا النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، والله زي ما بنقول على إيجابيات تربية الحمام، لازم نفهم الناس على سلبيات تربية الحمام. وسلبيات تربية الحمام بتختلف من غاوي لغاوي. يعني في غاوي فاهم يعني ايه يربي الحمام، فاهم يعني ايه ويوم ايه مخصصهوله عشان ينضف له، فاهم النظافة دي بعد ما بيلمها في كيس بيوديها فين وبيتخلص منها ازاي. في ناس فاهمة بتعمل ايه مع الحمام يوم ايه. فالموضوع محتاج منك وعي. ناس كتير مربية حمام في قلب البلكونات، وجيران كتير بتشتكي من ايه؟ من دخول الصيف والهرش والحر والارتكاريا، وفي حاجات بتمشي على ايدي انا مش شايفها مفورة جسمي. من ايه يا حاجة؟ معرفش يا ابني، الظاهر عليها من الحمام. من الحمام، والله العظيم من الحمام. بينقل عدوى تنفسية، وبينقل عدوى الهرش والحمرة. احمر ايدي كده وافضل اهرش لغايه ما تولع في ايدي. وصلت؟ ده زائد ان انت لو ما نضفتش بيحصل له بكتيريا وديدان ويرقات ديدانيه وحوار ازرق. نظافه الحمام مش هتجيب لك مشاكل، عدم نظافه الحمام هتتسبب لك في مشاكل. حتى لو انت كنت منك للسما، عدم نظافه الحمام لو ما تسببتلكش في مشاكل مع الناس هتتسبب لك في مشاكل في الحمام. النظافة لو كان منك لربنا، للسحاب، للسماء، منك للمولى سبحانه وتعالى، ومفيش جيران بتشتكي، وانت في هو الهو، حاجتك اللي هتتضر، حاجتك ذات نفسها اللي هتتضر. ولو كان في بشر يبقى حاجتك هتتضر والبشر هتتضر وانت هتتضر. ليا اصدقاء اتصابوا اصابات خطيرة قوي، خطيرة، كلها في القصبة الهوائية والجهاز التنفسي، كلها. ما كنتش مصدق ازاي كده ومن ايه وما بقاش فارق. يعني حتى اللي بيتصاب مش اللي بيشرب سجاير وبس، ده اللي مش قادر ياخد نفسه، هو اللي يعني ممكن يكون ما بيشربش كوباية الشاي، مش ما بيدخنش، ده كمان مش ما بيدخنش، ده ما بيشربش كوباية الشاي، وتلاقي عنده النفس مش قادر ياخده، مش قادر يتجاوب معاك بالكلام، مش قادر يعمل حاجة، نفسه ضيق، صدره خربان. يعمل ايه؟ الفاش والهاموش والزغب والتراب والعفرة لو شفتها هيجيلك جنان. والله العظيم يا غاوي الحمام، لو دخل عمود شمس عندك جوه عند الحمام، لو ربنا اكرمك بعمود شمس سقط على الارض، هتتفرج على ما يحمله العمود من هبو انت بتشمه 24 ساعة عند الحمام، او بتشمه طول ما انت موجود. فانت مناخيرك دي بتدخلك بلاوي من عند الحمام. ف مش بقول لك يعني اذبحه تخلص منه، لا، بقول لك اللي غوى حاجة بينظفها، اللي غوى حاجة بيراعيها، اللي غوى حاجة بيهتم بيها. بتشوفوا قنوات كتير على اليوتيوب بيجيب لك الدرج اللي اخترعوه جديد ده، ويكحتوا الزبل ويلموه ويحطوه تاني. انا بقول لك زود سنة،
هات الكوز وتعالى على الدرج، املهولي، املهولي كده سنتي ولا 2 سنتي رملة صفرة. تقوم الزبالة لما تنزل تمتص وتحجر، ولما تيجي تمسكها حتى بايديك تبص تلاقيها بقت حجر في ايديك، طوبة. اسمع من بابا المجال، واللي يصلي على النبي يكسب. تمام. خد الرمل كده، ها، انخله في المصفى عندك، هتاخد منه الزبل بس، وارجع حط الرمل تاني. الرمل ما هو ببلاش مرمي عند العماير في الشارع، بس احنا اللي ما عندناش مخ عشان خاطر نتعامل ازاي مع الحمام. فانت عشان يا حبيبي الحمام بيحتاج نظافة، بيحتاج اهتمام، بيحتاج ميه نظيفة، بيحتاج يتنضف له. الحمام بيعرق، بيعرق. حط ايدك عند المجمع وشمها، هتشم قبر. حط ايدك عند بقه هتلاقي فيه زفارة وانت بتشم عند مناخيرك. فالحمام بيعرق. حط ايدك تحته كده وادعك، هتشم برضو اللي ربنا يقدرك عليه تشمه. الحمام بيعرق، صدقونا والله. زي ما واحد بيقول لي دي الكلبه زي القشطه وبحضنها، قلت له يا عم انت هدومك كلها اتزفرت. اتزفرت من ايه يا بيرجل؟ قلت له ما احنا كنا بنربي كلاب وعارفين الكلاب بتعرق يا بابا. مفيش جلد، مفيش جلد ربنا خلقه الا بمسام. والمسام هي اللي يعني لما ترش عليها ميه تمتصها وتخرج ميه عشان خاطر عرق، عشان الحيوان ده جسمه يطرد سموم، لان العرق هو عباره عن خروج جزء من السم. فاللي عايز افهمه لكم، الاهتمام بالحمام يعني عدم تطور الحمام لاي مرحله مرضيه قد تطرأ عليه بسبب اهمالك في نظافته. بسبب اهمالك انت في نظافته هيطرأ عليه مراحل مرضيه، كش، عمل، سوى، اتقوى، اتلوى، سلعوى. تلاقي نفسك انت اللي تعبان ومتضايق، وبنتك بتهرش والحكايه والروايه. طب انا الاوضه مهما نضفها بلاقي ريحتها وحشه. فتش عن السبب. احنا بنخش لوفيتات تشرح القلب، وبنخش وبنطلع اسطح، اسطح ريحتها زي ما تكون ميت فيها حاجه، اكنك داخل المقابر فاتحين على ميت من فرقع. فالنضيف نضيف يا عم، النضيف نضيف. ما التواليت عندك اهو، الحمام عندك، بس انت اللي معفن مش عايز تخش تستحمى. خليها على الله يا عم الحاج، مش عايز افتق لكم والله العظيم ثلاثه. في ناس بتستحمى في الصيف كل اسبوع، وفي ناس يعني على مضض بقى ربنا يسترها على العباد. تمام. كل واحد بيستحمى على هيئته وظروفه. وصلت؟ فيعني نظفوا حاجتكم ونضفوا، نظفوا الحاجة عشان خاطر غيركم ما يتأذاش منها. اللهم فاشهد اني قد بلغت كل حبايبي. نظفوا حاجتكم عشان البشر اللي معاكم عايشين ما يتأذوش منها. ويا ريت هقولها لك جدعانة مني لوجه الله، بس اعمل بيها. ما تقعدش الصبي ولا الصبية عندك فوق عند الحمام وقت طويل. صدقني بتحكم على زوره بالخراب. اكنه لو لا، انا عندي لو قعد في قهوه بين مدخنين شيش اهون من غرفه الحمام ولا غرفه الفراخ ولا غرفه الطيور. اسمع اللي بقولك عليه. هتشتكي من صدرك والعيل هيشتكي من صدره، ها، نتيجه فيروس كامن قاعد لابد بينشط كل فتره. تاخد له مضادات حيويه هتهري الكلى، هتروح في داهيه. طب اعمل ايه؟ يبقى سيادتك عليكوا على ميه الحلبة عشان ازاله السموم من الجسم، ها، عليكوا على الهوهوز الحاجات اللي هي بتخليك فريش، عليكوا على نظافه المكان بتاعك. اخويا نظافه المكان بتاعك عشان حتى لوجه الله تعرف انت تقف، تعرف انت يبقى ليك نفس تاكل. ما توقفش في مكان انت حاطط الهدوم كده. ما توقفش في مكان كده، ما توقفش في مكان انت حاطط فيه الهدوم بالطريقه دي، تخليك لا مؤاخذه في الكلمه ما انتش قادر يعني تشم. تقف في المكان مش قادر ماسك الهدوم وبتشم فيها، بتكتم مناخيرك من الوباء. فالله يسترك. خلي بالك وبلاش.
وبلاش. يعني نظف حاجتك. مش عايز اطول لان هو نهاية الحلقة واولها زي نصها واولها واخرها. نظف الحاجة عشان انت ما تعانيش وغيرك يعاني. ها؟ الدواء غلي. الدواء غلي زي ما العيش غلي. مش عارفين هنروح فين مع بعض. ربنا يستر. واحلى مسا على الناس. خلي بالك اللي بيقول لك مكسر يا عيش. ها؟ العيش الطن ب 12000 جنيه دلوقتي. قبل ما الوزير يغلي رغيف العيش ويخليه بريال. طن العيش كان ب 12000 وهم اولاد الحرام بيلموه بسبعة وبستة. عشان يكسبوا 6000 جنيه في الطن. هيروحوا من ربنا فين يا عمي؟ ده البشر راحة في خرارة والله. ربنا يستر على العباد. سلام. زيهم زي مناجيس الخردة. سلام سلام. يسرق في الميزان ويسرق في السعر.